في يوم الخميس 11 يونيو سنة 1971 سفينة بترول إسرائيلية اسمها كورال سي بتعدي من مضيق باب المندب، ماشية في طريقها للأراضي المحتلة، شايلة حوالي 70 ألف طن بترول. وفجأة ومن غير أي مقدمات ظهر زورق مطاطي صغير عليه 3 أفراد بس. لو حد شافهم من بعيد ممكن يقول دول ناس عادية في البحر، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً. الزورق قرب بسرعة، وفي لحظات قليلة جداً بدأوا يطلقوا قذائف RPG على السفينة بشكل مباشر. النار ولعت في السفينة والدخان بدأ يطلع، لكن الطاقم حاول يسيطر على الوضع، وبعد مجهود قدروا يطفوا الحريق. وتاني يوم مباشرة الجمعة 12 يونيو 1971 خرج بيان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من بيروت أعلنوا فيه مسؤوليتهم الكاملة عن العملية. مش بس كده، ده كمان أكدوا إن أي مصلحة إسرائيلية في أي مكان في العالم بقت هدف مشروع ليهم. لحد هنا الصورة تبان واضحة، عملية اتعملت والجهة أعلنت وكل حاجة ماشية في سياقها الطبيعي. لكن اللي غير كل حاجة كان الرد الإسرائيلي. في نفس اليوم خرج بيان رسمي منهم، وفي وسط الكلام عن الخسائر قالوا جملة صغيرة في حجمها لكنها تقيلة جدا في معناها، إن الهجوم تم انطلاقا من الأراضي اليمنية. الاتهام اللي اتقال إن العملية خرجت من داخل الأراضي اليمنية ما كانش مجرد معلومة عابرة، لكنه كان بمثابة توجيه مباشر للبوصلة ناحية اليمن. واليوم اللي بعده على طول 13 يونيو 1971 حصل اجتماع طارئ داخل جهاز الموساد، والجو كان مشحون جدا، وكل واحد بيدور على إجابة للسؤال اللي محدش عارف يهرب منه: إزاي عملية بالحجم ده تتنفذ من اليمن وإحنا ما عندناش عنها معلومات كفاية؟ المناقشة سخنت والآراء اتقسمت. في ناس شايفة إن المشكلة في إنهم بيحاربوا في أكتر من جبهة، وناس شايفة إن الإمكانيات مش كفاية. لكن في الآخر الكل وصل لنقطة واحدة: المشكلة مش في إنهم مش قادرين يردوا، المشكلة إنهم مش عارفين يردوا فين. ومن هنا القرار اتاخد، مفيش حرب مباشرة ومفيش تحركات عسكرية واضحة، لأن ده ممكن يكلفهم كتير. الحل هيكون أهدى لكن أخطر بكتير: اختراق من الداخل. واحد يدخل وسط الناس في اليمن، يعيش بينهم، يسمع كل حاجة ويشوف كل حاجة من غير ما حد يشك فيه لحظة. بس السؤال الحقيقي كان: مين الشخص اللي يقدر يعمل كده؟ لأن لازم يكون حد شكله طبيعي، كلامه مقنع، ولو قعد وسط أي مجموعة محدش يحس إنه غريب. وبعد تفكير واختيارات دقيقة وقع الاختيار على شخص واحد، واسمه الجاسوس باروخ زكي مزراحي أو أحمد سعيد الصباغ. ونقول الحكاية من أولها. القصة بتبدأ في القاهرة سنة 1926، وتحديداً في شارع كلود بيك، واحد من شوارع القاهرة المعروفة وقتها. هناك اتولد باروخ زكي مزراحي من أسرة يهودية مصرية. والده كان بيشتغل في تجارة الدخان، ووالدته كانت خياطة، وكان عنده أخ اسمه ماير وأخت اسمها إيفات. نشأته كانت طبيعية جدا، وبدأ تعليمه في مدارس كبيرة داخل القاهرة لحد ما خلص الثانوية العامة، وبعدها التحق بكلية التجارة قسم محاسبة وتخرج سنة 1948. خلال سنين دراسته كان واضح إنه شخص مميز في اللغات، لأنه قدر يتقن الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وده ساعده بشكل كبير بعد كده في حياته العملية. بدأ حياته العملية في شركات مختلفة، منها شركة جونزاليس للمحركات، وبعدها اشتغل في شركة أدوية لحد ما استقر على شغلين في نفس الوقت: مدرس لغة فرنسية في مدرسة الأقباط الثانوية، وفي نفس الوقت بيشتغل في شركة دانيال للسمسرة. وضعه المادي اتحسن بشكل واضح، وانتقل للسكن في الزمالك، وطلب من والدته إنها تسيب شغل الخياطة، وده يوضح إن حياته كانت مستقرة وناجحة إلى حد كبير. لكن الاستقرار ده ما استمرش، وفي سنة 1955 الأوضاع بدأت تتغير. زادت التوترات داخل مصر، وظهرت ضغوط على اليهود، وفي نفس الوقت كانت في دعوات مستمرة للهجرة، مع تصوير الحياة في إسرائيل على إنها فرصة لدخول الجنة. وسط الظروف دي باروخ خد قرار الهجرة، وبعد إقناع والدته بدأوا يجهزوا نفسهم للسفر. باعوا ممتلكاتهم وسافروا من ميناء اسكندرية واتجهوا لأوروبا، ومنها وصلوا في النهاية إلى حيفا.
وهناك تم توزيعه زي باقي القادمين الجدد على كيبوتس اسمه معجان ميخائيل. ومن أول يوم باروخ زكي مزراحي وصل لمستوطنة معجان ميخائيل ما تعاملش كأي مهاجر جديد وخلاص، ملفه اتفتح بشكل مختلف لأنهم لقوا قدامهم شخص متعلم بيتكلم كذا لغة وعنده قدرة واضحة على الاندماج بسرعة في أي بيئة. الضابط المسؤول في الكيبوتس قرر ما يسيبش الموضوع كده، ونقله مباشرة لضابط تابع لوحدة اسمها وحدة المستعربين، وهو الضابط مايك هراري. وحدة المستعربين دي مش وحدة عادية، فكرتها ببساطة إنها تعتمد على أشخاص يقدروا يندمجوا وسط العرب بشكل كامل، لدرجة إن محدش يقدر يفرق بينهم وبين الناس الطبيعية. بيتعلموا اللغة، اللهجات، طريقة اللبس، طريقة الكلام، وحتى طريقة التفكير في المواقف اليومية. يعني ببساطة لو قعد جنبك واحد منهم ممكن تحكي له أسرارك كلها وانت فاكره ابن بلدك. بعد ما مايك هراري استلم باروخ وبدأ معاه مرحلة تدريب مكثفة. التدريب كان ماشي على أكتر من محور. أول حاجة اتدرب إنه يتكلم عربي بطلاقة، مش بس مصري أو لغة عربية فصحى، لكن كمان لهجات مختلفة زي المغربي والتونسي والخليجي، ويتعامل بطبيعية في الكلام اليومي وكأنه اتولد في البيئة دي. بعدها تم نقله لجهاز الأمن العام الشباك، ونجح هناك برضه في تنفيذ المهام المطلوبة منه، وده خلى ثقة الأجهزة فيه تزيد بشكل واضح. بعد النجاح ده اتخذ القرار بنقله لجهاز الموساد، وفي الوقت ده الموساد كان بيشتغل على توسيع نشاطه في أوروبا، وبدأ يستخدم شركات ومكاتب كغطاء لعملياته. الهدف كان إنهم يبقى عندهم وجود في أكتر من دولة من غير ما يبان إن ده نشاط استخباراتي مباشر. باروخ تم اختياره يشتغل في مكتب في بروكسل، ورسميا كان مدير مكتب تجاري، لكن فعليا شغله الحقيقي كان مختلف تماما. مهمته هناك كانت إنه يندمج وسط الجاليات العربية في أوروبا، يتعامل معاهم بشكل طبيعي، يجمع معلومات عنهم، ويحدد الأشخاص اللي ممكن يتم استغلالهم أو تجنيدهم في المستقبل. خلال شغله في بروكسل قدر يثبت نفسه بسرعة، كان دقيق في تنفيذ التعليمات وبيرجع بنتائج واضحة، وده خلاه يكسب ثقة أعلى جوه الجهاز. مع الوقت بدأ يترقى لحد ما وصل لرتبة نقيب، وبقى من العناصر المعتمد عليها في المهام الحساسة. سمعته داخل الجهاز كانت إنه شخص بيشتغل من غير أخطاء تقريبا، وده كان سبب إنه يدخل في ترشيحات مهام أكبر وأخطر. في الفترة دي بدأت قيادة الموساد تفكر في تنفيذ عملية سرية داخل اليمن بهدف جمع معلومات دقيقة عن الوضع هناك، خصوصا بعد التطورات اللي حصلت في المنطقة. تم استدعاء باروخ من بروكسل وسافر لتل أبيب، وهناك قعد مع قيادات كبيرة زي مائير داغان ومايك هراري، واتشرح له طبيعة المهمة. المهمة كانت واضحة، مش مواجهة عسكرية، لكن اختراق هادي من الداخل وجمع معلومات دقيقة عن كل حاجة. اتقال له إنه هيدخل اليمن بهوية مزيفة كرجل أعمال عربي من المغرب، ويتحرك بشكل طبيعي وسط الناس، ويجمع معلومات عن المواقع المهمة والعسكرية. وكان الشرط الأساسي للنجاح إنه يندمج لدرجة إن محدش يشك فيه لحظة واحدة. ومن هنا تم اتخاذ القرار النهائي إن باروخ زكي مزراحي يختفي تماماً، ويظهر بدل منه اسم جديد، أحمد سعيد الصباغ. والخطة كانت إنه يسافر الأول إلى نيروبي في كينيا، ومنها يدخل على عدن في جنوب اليمن علشان الرحلة تبان طبيعية كأنه مجرد رجل أعمال عربي بيلف في البلاد. وبالفعل يوم 20 يونيو سنة 1971 وصل عدن، وبدأ أول فصل من مهمته السرية. باروخ قعد هناك حوالي 15 يوم لحد 5 يوليو 1971، لكن خلال الفترة القصيرة دي بدأ يراقب الناس ويشوف طبيعة المجتمع والعادات اليومية وطريقة الكلام ومين بيقعد مع مين، والأهم من ده كله بدأ يحدد الأماكن اللي الناس بتتجمع فيها بشكل طبيعي من غير ما حد يحس إنه بيراقبهم. واكتشف إن أكتر الأماكن اللي اليمنيين بيتجمعوا فيها كانت المساجد والأسواق الشعبية والمطاعم. كمان لاحظ إن أكتر وقتين الناس بتظهر فيهم بشكل واضح هم وقت الفطار ووقت العشاء. المعلومة دي ممكن لأي حد تبان بسيطة جدا، لكن في عالم المخابرات معلومة زي دي ممكن تساوي خطة كاملة. أنهى مهمته
وبعد ما وثق كل المعلومات اللي جمعها رجع تاني على نيروبي، وهناك سلم كل اللي معاه للمركز الإقليمي للموساد الموجود في نيروبي. استلموا منه البيانات وبسرعة بعتوها للمقر الرئيسي في تل أبيب علشان تبدأ مرحلة تحليل المعلومات بشكل دقيق. الموساد لما وصلت له التقارير من نيروبي ما بصش للمعلومات على إنها تفاصيل عادية، لكن شاف فيها مفتاح مهم جدا. إمتى الناس بتكون مجتمعة؟ فين بتكون موجودة؟ وإزاي ممكن يدخل المجتمع من غير ما حد يحس؟ وهنا الموساد اتأكد إن باروخ زكي مزراحي نجح نجاح كبير، وقرروا ينقلوه للمرحلة الأخطر. المرة دي المهمة ما كانتش في الجنوب، لكن في شمال اليمن، وتحديداً في مناطق حساسة جداً زي تعز، صنعاء، الحديدة. وفي المرة دي المطلوب منه ما كانش مجرد ملاحظات عامة عن الناس والعادات، لا، المطلوب كان أخطر بكتير. كان لازم يعرف أماكن الوحدات العسكرية، مواقع الموانئ، المطارات، مخازن الوقود، المباني الحكومية، وحتى الشوارع الرئيسية اللي ممكن تتقفل أو تتضرب لو حصل أي تحرك مستقبلي. بمعنى أوضح، كان مطلوب منه يعمل خريطة كاملة لليمن من جوه. وبالفعل يوم 18 مايو سنة 1972 دخل باروخ اليمن للمرة الثانية، لكن المرة دي دخل من تعز بنفس هويته المزيفة. أحمد سعيد الصباغ، رجل أعمال مغربي، تاجر وبيفكر يفتح شغل في البلد. ومن أول يوم نزل في فندق معروف في تعز، وخلى الفندق ده نقطة انطلاق لتحركاته. لكن باروخ كان فاهم كويس جدا إنه مهما كان شاطر مستحيل يلف كل الأماكن دي لوحده، لأن الجاسوس مهما كان ذكي في الآخر عنده رجلين بس، واليمن مش أوضة وصالة. عشان كده بدأ يعمل أهم حاجة في شغل الجواسيس: بناء شبكة مساعدين. بدأ يتقرب من ناس حواليه، يتكلم، يسمع، يضحك، ويظهر نفسه كرجل محترم معاه فلوس وبيفهم في التجارة. ومع الوقت قدر يخلي ناس تساعده من غير ما يعرفوا هم بيساعدوا مين أصلاً. وخلال الرحلة دي اتعاون مع عدد من الأشخاص، 8 يمنيين و3 أجانب. واليمنيين اللي ساعدوه كانوا بيتعاملوا معاه بحسن نية، شايفينه مجرد راجل عربي غريب محتاج مساعدة، حد يدله على طريق، وحد يعرفه على شخص، وحد يسهل له دخول مكان. يعني الراجل كان ماشي بمبدأ ابتسامة صغيرة ومعلومة كبيرة. أما الأجانب فكانوا موجودين في الحديدة، وبعضهم كانوا شغالين قريب من الميناء، وده ساعده يوصل لمعلومات حساسة جدا عن حركة السفن والبضايع والمناطق الحيوية هناك. وبدأ باروخ يتحرك من مدينة للتانية، من تعز إلى صنعاء إلى الحديدة وحتى مناطق تانية في الشمال. وكان في كل مكان بيوصله يعمل نفس الحاجة: يتفرج، يسأل، يحفظ ويصور. والتصوير هنا ما كانش صور تذكارية عشان يبعتها لأصحابه ويقول لهم شوفوا اليمن جميلة ازاي، لا، دي كانت صور دقيقة جدا لمواقع حساسة، معسكرات، موانئ، مخازن، مقر حكومية، طرق ومداخل ومخارج المدن. وكان بيبعت كل ده أول بأول في تقارير منظمة جدا، لحد ما حصلت الغلطة اللي وقعته. في يوم من الأيام وهو في ميناء الحديدة كان المفروض يخلص شغله ويرجع، لكنه طمع. هو كان بالفعل صور كتير، لكن واضح إنه حب ياخد شوية صور زيادة للاحتياط، ودي أحيانا بتكون أخطر كلمة في شغل المخابرات. وأثناء ما هو واقف ماسك الكاميرا وبيصور الميناء، مر بالصدفة ضابط يمني من سلاح المدفعية اسمه النقيب محمد المقبلي. الضابط لمح الراجل الغريب وهو مركز بالكاميرا على أماكن حساسة، وده شيء في وقت زي ده ما كانش طبيعي. فقرب منه وسأله: حضرتك بتصور إيه؟ باروخ رد بسرعة وبهدوء: أنا اسمي أحمد سعيد الصباغ، مغربي وسايح وبصور البلد. الكلام من بره كان طبيعي، لكن حاجة في المشهد كله خلت النقيب محمد المقبلي يشك، فقال له: تمام، نشوف الصور دي في القسم ونتأكد. وهنا باروخ حس إن الدنيا بتقفل، فطلع بسرعة مبلغ مالي من جيبه وحاول يقدمه للضابط كأنه بيقول له خلينا نعديها. لكن اللي باروخ ما عملش حسابه إن الرشوة ساعات بتفضح أكتر من الكاميرا نفسها، لأن أول ما الضابط شاف الفلوس اتأكد إن قدامه مش مجرد سائح، لكن راجل وراه مصيبة كبيرة. وفي اللحظة دي اتحول الشك إلى يقين.
النقيب محمد المقبلي قبض عليه فورا وجره من قفاه على مديرية الشرطة في الحديدة، وهناك تم التحفظ على الكاميرا اللي كانت معاه وكل الحاجات اللي كانت موجودة معاه وقتها. وبعد كده صدرت أوامر مباشرة بتفتيش غرفته في الفندق بشكل كامل ودقيق. لما فتشوا حاجته وغرفته كانت الصدمة. أكتر من 25 تقرير مكتوب عن شمال اليمن، وأكتر من 320 صورة لمواقع حساسة تشمل مواني، منشآت ومناطق عسكرية. يعني باختصار الراجل ما كانش بيتفرج على البلد، ده كان بيرسمها حرفيا على الورق. وفي التحقيقات باروخ ما كانش سهل أبدا، مدرب كويس وبيعرف يلف ويدور، وكل ما حد يضغط عليه يطلع له بقصة شكل، مرة هو مغربي، مرة سايح، مرة تاجر، وكل سيناريو جاهز كأنه حافظه كويس. لكن في مديرية الحديدة بعد ما خلاص وصلوا إنهم مش عارفين ياخدوا منه لا حق ولا باطل، قرروا إن الموضوع يتنقل لمرحلة تانية، وقالوا نشيله ونوديه على مديرية الأمن في صنعاء، وهم هناك يتعاملوا معاه ويحددوا هيتعمل إيه بعد كده. وفي نفس الوقت كل التقارير والمعلومات والتصرفات اللي حصلت خلال الفترة دي كلها اتجمعت ووصلت لنائب القائد العام للقوات المسلحة اليمنية المقدم إبراهيم الحمدي. ولما المقدم إبراهيم الحمدي شاف حجم القضية ما قعدش يلف ويدور، قالها ببساطة الموضوع ده أكبر من إمكانياتنا الحالية، وقرر خطوة ذكية جدا إنه يطلب مساعدة خارجية من دولة عندها خبرة حقيقية في الملفات دي. وده مش تقليل نهائي من دولة اليمن، ولكن لأن اليمن في الوقت ده ما كانش لسه عندهم جهاز مخابرات، وفي نفس الوقت كانت مصر في وضع مختلف تماما، جهاز مخابرات شغال سنين بخبرة طويلة، تقريبا كان في الوقت ده قرابة 20 سنة، وعنده كوادر مدربة على النوع ده من القضايا المعقدة. فبعت رسميا طلب إلى القاهرة للاستعانة بجهاز المخابرات العامة المصرية. وبالفعل القاهرة وافقت فورا، والرئيس محمد أنور السادات أصدر قرار بإرسال فريق متخصص للتعامل مع الملف داخل اليمن. وتم اختيار 2 من أهم الضباط في الجهاز، وهما البطل السيد رفعت جبريل مسؤول التحقيقات، والسيد محمد عليش مسؤول تحليل الصور والوثائق. وبالفعل الفريق المصري وصل اليمن وبدأوا يمسكوا الملف من أول وجديد، بس المرة دي بعين خبيرة بتعرف تفرق بين الكلام الحقيقي والكلام اللي معمول علشان يضيع الوقت. وفي نفس الوقت ده كان باروخ مزرحي جوه الزنزانة وصل له بطريقة أو بأخرى إن اللي جايين يحققوا معاه مش يمنيين بس، لكن رجالة وصقور المخابرات المصرية، وده بالنسبة له خبر أشبهه بالكابوس. وعلشان كده حاول ينتحر مرتين. أول مرة حاول يسبب لنفسه إصابة في معصمه بأسنانه علشان يقطع شرايين إيده، لكن المحاولة فشلت. المرة التانية حاول يحتك بالأرضية الخشنة في الزنزانة بشكل عنيف، برضه بدون نتيجة. باختصار حتى فكرة الانتحار دي ما مشيتش معاه. وفي نفس الوقت بره الزنزانة فريق المخابرات المصرية مع الجانب اليمني كانوا ماشيين بخطوات منظمة جدا. أول حاجة عملوها إنهم شككوا في كل البيانات اللي قدمها، والبطل رفعت جبريل تواصل مع المغرب وطلب منهم تأكيد هوية شخص اسمه أحمد سعيد الصباغ وجواز سفر برقم معين. الرد جه سريع إن مفيش أي شخص بالاسم ده أو الجواز ده أصلا مزور. وهنا أول خيط وقع، الشخصية كلها وام. بعدها اتبعتت صورة الجاسوس للقاهرة وبدأت التحريات الأعمق. وفي نفس الوقت السيد محمد عليش اشتغل على الصور اللي اتضبطت وعاه وبدأ يركبها ببعض زي قطع بازل، ومع الوقت الصورة الكاملة ظهرت قدامهم. النتيجة كانت صادمة. الصور اللي كان بيصورها لما تركبها مع بعض بطريقة معينة كانت بتطلع خريطة شبه كاملة لمناطق حساسة جدا في شمال اليمن، خصوصا ميناء الحديدة، ده غير المخازن ومطار تعز والمنطقة الحرة في الحديدة وشركات البترول والمياه والكهرباء ومقارات حكومية زي مجلس الشورى والجوازات والشرطة العسكرية، حتى الفنادق والطرق الرئيسية. الموضوع كان واضح، الراجل مش بس بيلم معلومات،
ده بيرسم بلد كاملة على الورق. وهنا بدأت أول جلسات التحقيق الرسمية معاه. الجاسوس حاول يلعب لعبته المعتادة، مرة يقول اسمه أحمد سعيد الصباغ ومغربي، ومرة اسمه سالم يعقوب كويتي، ومرة تانية يطلع نفسه تابع لجهة أمريكية. كل شوية يغير جلده كأنه بيبدل بدلة. لكن الفريق المصري كانوا سايبينه يتكلم، لحد ما في لحظة المواجهة بقت مباشرة. اتقال له بهدوء شديد: خلصت؟ طيب اسمع، انت لا أحمد سعيد الصباغ ولا انت سالم الكويتي، انت باروخ زكي مزراحي، ضابط في الموساد. خلصنا بقى من الحكايات دي. واللحظة دي كانت كفاية إن باروخ مزراحي يفقد السيطرة، وفعلا اعترف إنه جاهز يحكي كل حاجة. لكن الفريق المصري قالوا له ببساطة: مش عايزين كلام ولا عايزينك تتعب، عايزينه مكتوب بخط إيدك الحلوة دي اللي تستاهل قطعها على كل اللي صورته. وبالفعل بدأ يكتب اعترافاته كاملة بالتفاصيل خطوة خطوة، من أول دخوله لليمن لحد آخر مهمة نفذها. وفي النهاية الملف اتقفل رسميا واتسلم للجانب اليمني، ومعاه نسخة كاملة وصلت للمخابرات العامة المصرية، واللي كانت ماسكة كل الخيوط لحد آخر لحظة. بعد ما الملف خلص في اليمن واتقفل على كده، حصل تحرك مهم جدا من الجانب المصري. المخابرات العامة المصرية قدمت طلب رسمي للحكومة اليمنية بنقل الجاسوس للقاهرة. الفكرة كانت بسيطة في ظاهرها، لكن في العمق كانت أخطر بكتير، لأن وجوده في مصر كان معناه فتح باب تحقيق أكبر واستغلاله استخباراتيا بشكل أوسع. الحكومة اليمنية وافقت، وده في حد ذاته كان خطوة مفاجأة للموساد، اللي أول ما وصلهم الخبر الدنيا عندهم اتقلبت. القيادة في الموساد تقريبا شافت إن الموضوع خرج عن السيطرة، وقالوا بصريح العبارة: مستحيل باروخ يوصل مصر، ولو حصل يبقى كارثة. ومن هنا بدأت محاولات وقف النقل قبل ما يتم، وأول محاولة كانت يوم 17 يونيو 1972. اتحركت شخصية أجنبية، وكان محامي إثيوبي اسمه صالح عبد القادر الكبيري، وجايب عرض مغري جدا على المسؤولين في اليمن، رشوة حوالي 10 مليون دولار، ده غير تسهيلات وصفقات سلاح. يعني بالعربي كده: سيبوه وخدوا اللي يعجبكم. لكن الرد اليمني كان واضح وبسيط: لا، الموضوع ما كانش قابل للبيع، وقرار إبراهيم الحمدي كان حاسم: الجاسوس هيتسلم لمصر. بعد فشل الرشوة، الموساد غير الأسلوب تماما ودخل على خطة تانية: الاغتيال. تم إرسال 6 عناصر من وحدة اغتيالات دخلوا اليمن عن طريق البحر، وبمساعدة بعض المتعاونين قدروا يوصلوا لداخل صنعاء ويستخبوا هناك. الفكرة كانت إنهم يستنوا لحظة نقل الجاسوس للقاهرة ويضربوا العملية في الطريق. وتم تحديد موعد النقل 21 يوليو سنة 1972. لكن قبل التنفيذ حصل تسريب أو رصد أمني، وتم تجهيز كمين للفرقة دي. وأول ما حاولوا يتحركوا اتفتح عليهم النار، والعملية كلها فشلت. والنتيجة القبض على ال6 عناصر ومحاكمتهم وإعدامهم رمي بالرصاص. بعدها مباشرة وصلت رسالة مهمة من الضابط رفعت جبريل للمقدم إبراهيم الحمدي، مضمونها إن في تسريبات من داخل الأجهزة ولازم خطة النقل تتغير فوراً. الخطة الجديدة كانت ذكية جدا. يتقال إن الجاسوس في مكان، بس هو في الحقيقة بيتنقل لمكان تاني تماما بشكل سري وتحت حماية كاملة. وهنا دخلت المخابرات المصرية بكل قوة في الصورة، واستلمت عملية النقل بالكامل. وفي النهاية وسط كل المحاولات والضغط والعمليات الفاشلة، تم تهريب باروخ زكي مزراحي ونقله إلى مصر بنجاح، بعيد عن أي محاولة اغتيال أو اعتراض. بعد اكتمال التحقيق معاه والضغط عليه وجمع كل المعلومات اللي عنده، تم تقديمه للمحاكمة داخل مصر، والحكم النهائي كان بالسجن 25 سنة. قضى الجاسوس فترة طويلة داخل السجن، وفضل هناك لحد سنة 1974. وخلال الفترة دي وبدأت تتم عمليات تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل. الموضوع دخل في مفاوضات طويلة، لكن الرئيس أنور السادات كان موقفه واضح وصريح: الشخص ده مش أسير حرب ولا هو عسكري، ده جاسوس وبيقضي حكم صادر من القضاء المصري، وبالتالي مش هيدخل في صفقات تبادل بالشكل التقليدي.
ورغم كده ومع تطورات الموقف السياسي في سنة 1974 تم التوصل لاتفاق تبادل كبير شمل 64 أسير مصري وفلسطيني، وفي إطار الاتفاق ده تم إدراج اسمه ضمن عملية التبادل وخرج من مصر ورجع لإسرائيل. وبعد رجوعه بعد عن العمل الأمني المباشر واتجه للعمل في القطاع المدني واشتغل في شركة اسمها كور، وفضل عايش حياته لحد ما مات سنة 2005 عن عمر 79 سنة. وبكده يكون انتهى ملف الجاسوس باروخ زكي مزراحي أو أحمد سعيد الصباغ. والسلام عليكم، وتصبحوا على ألف خير. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.